بسم الله بديت وعلى سيدنا النبي صليت، ومن قناة محمد أحلى التحية ألقيت، وبفيديو جديد جيت. قصة اليوم قصة حقيقية عجبتني وحبيت نشاركها معاكم، نحكيها ليكم بالعربية باش يفهمني القريب والبعيد والصديق وحتى الغريب. نبدأ على بركة الله. رجلان حجا في بيت الله الحرام، وأثنى العودة إلى ديارهم جلسا في صالة الانتظار بمطار جدة الدولي. فتحدث الرجل إلى الآخر وقال الرجل: أنا أعمل مقاول، وقد أنعم الله علي هذا العام بالحج للمرة 10. فآوم الرجل الآخر وكان اسمه سعيد برأسه وقال: حجا مبرورا وسعيا مشكورا ودربا مغفورا. وابتسم الرجل وقال: أجمعين، وأنت هل حججت قبل ذلك؟ أجاب سعيد بعد تردد: والله يا أخي لحجتي هذه قصة طويلة، ولا أريد أن أوجع رأسك بها. ضحك الرجل وقال: بالله عليك أخبرني، فكما ترى نحن لا نفعل شيء سوى الانتظار. ابتسم سعيد وقال: نعم، الانتظار، وهو ما تبدأ به قصتي. فقد انتظرت سنينا طويلة حتى حججت، فبعد 30 عاما من العمل معالجا فيزيائيا في مستشفى خاص، استطعت أن أجمع كلفة الحج. وفي نفس اليوم الذي ذهبت لأخذ حسابي من المستشفى، صادفت أحد الأمهات التي أعالج ابنها المشلول، وقد كسر على وجهها الهم والغم، وقالت لي: أستودعك الله يا أخ سعيد، فهذا آخر زيارة لنا لهذه المستشفى. استغربت كلامها، وحسبت أنها غير راضية عن علاج لابنها، وتفكر في نقله إلى مكان آخر. فقالت: لا يا أخي سعيد، يشهد الله أنك كنت لابني أحن من الأب، وقد ساعده علاجك كثيرا بعد أن كان قد فقدنا الأمال به. ومشت حزينة. استغرب الرجل وقطع سعيد قائلا: غريب، بعد أن كنا غريب. طيب، إذا كانت راضية عن أدائك وابنها يتحسن، فلما تترك العلاج؟ أجاب سعيد: هذا ما فكرت به وشغل بالي، فذهبت إلى الإدارة وسألت، فتبين أن والد الصبي فقد وظيفته ولم يعد يتحمل نفقة العلاج. حزن الرجل وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، مسكينة هذه المرأة، وكيف تصرفت؟ أجاب سعيد: ذهبت إلى المدير ورجوته أن يستمر بعلاج الصبي على نفقة المستشفى، ولكنه رفض رفضا قاطعا وقال لي: هذه مؤسسة وليست جمعية خيرية. خرجت من عند المدير حزينا مكسور الخاطر على المرأة، وفجأة وضعت يدي على جيبي الذي فيه نقود الحج، فتسمرت في مكاني لحظة، ثم رفعت رأسي إلى السماء وأخطبت ربي قائلا: لهم أنت تعلم بالمكنون نفسي، وتعلم أنه لا شيء أحب إلى قلبي من حج بيتك وزيارة مسجد نبيك، وقد سعيت ذلك طويل عمري، ولكن أثرت هذه المسكينة وابنها على نفسي، فلا تحرمني فضلك. وذهبت إلى المحاسب ودفعت كل ما معي له عن أجر علاج الصبي ل6 أشهر مقدما، وتوسلت إليه أن يقول للمرأة بأن المستشفى لديها ميزانية خاصة للحالات المشابهة. تأثر الرجل ودمعت عيناه وقال: بارك الله فيك وفي أمثالك. ثم قال: إذا كنت قد تبرعت بمالك كله، فكيف حججت إذن؟ فأجاب سعيد: رجعت يومها إلى بيتي حزينا على ضياع فرصة عمري في الحج، ولكن الفرح ملأ قلبي لأني فرجت كربة المرأة وابنها. فنمت ليلتها والدمعة على خدي، فرأيت في منامي أني أطوف حول الكعبة، والناس يسلمون علي ويقولون لي: حجا مبرورا يا حج سعيد، فقد حججت في السماء قبل أن تحج على الأرض، دعوتك لنا يا حج سعيد. فاستيقظت من نومي وأنا أشعر بسعادة غير طبيعية، فالحمد لله على كل شيء ورضيت بأمره.
وما إن هبطوا من النوم حتى رن الهاتف، وإذا به مدير المستشفى الذي قال لي: أنجدني، فصاحب المستشفى يريد الذهاب إلى الحج هذا العام، وهو لا يذهب دون معالجه الخاص. لكن زوجة المعالج في أيام حملها الأخيرة ولا يستطيع تركها، فهل أسددت لي خدمة ورافقته في حجه؟ فسجدت لله شاكرا. وكما ترى، فقد رزقني الله الحج بيتي دون أن أدفع شيئا، والحمد لله. وفوق ذلك، فقد أصر رجل على أن إعطائي مكافأة مجزية لرضاه عن خدمتي له. وحكيت له عن قصة المرأة المسكينة، فأمر بأن يعالج ابنها في المستشفى على نفقته الخاصة، وأن يكون في المستشفى صندوقا خاص لعلاج الفقراء. وفوق ذلك، فقد عين زوجها وظيفة في أحد شركاته، ورجع لي مالي الذي دفعته. أرأيت فضل ربي أعظم من فضلي. نهض الرجل وقبل سعيد على جبينه قائلا: والله لم أشعر في حياتي بالخجل مثل ما أشعر الآن، فقد كنت أحج مرة تلو الأخرى وأحسب نفسي قد أنجزت شيئا عظيما، وأن مكانتي عند الله ترتفع بعد كل حجة. ولكن أدركت الآن أن حجتك بألف حجة أمثالي. فقد ذهبت أنا إلى بيت الله، أما أنت فقد دعاك الله إلى بيته ومضى وهو يردد: تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، لهم أرزقنا حج بيتك الحرام. هذه هي قصة تاع الرجل اللي حج بيت الله الحرام. صراحة عجبتني هذه القصة وحبيت نشاركها معكم، ودابا غنحكيها لكم بسرعة باش تشلح يفهموا معنا. أزل في اللون إلا يورغاز سير غاز نحجان لبيت نسد ربي، كان بيت الله الحرام الكعبة اللي عاد يوري نسقمين سنار تقن مع المطار نجدة. إنني تورغاز الأول إيويسي الناس نكي أسقسد إنعم ثلاثي سيد ربي تحجو البيت نس 19 المرات. الناس يتوان حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. ابتسمسني تورغازاني الناس أجمعين. الناس ما هي مشكلة مرة ديت كيس الحج في السورغازان أرغازان سمنا السعيد في السيمي كي الناس أودي القصين دكوت بلاكا وكروبلا أرني تتصور غازاني الناس أودي غايني ميلا نقور ولا نسكريات. يبتسمني سورغازاني الناس الناس سنين وانا راه غتحجو خدمة 30 عام أرسمونا ثمن الحج. الناس اللي خصمونا ثمن الحج الناس اللي حفتي صن السبيطار حيت كيخدم غير طبيب فيزيائي، يعني وليت كنطرويد يمدن. الناس اللي حفتي غداو الخلصتينو الناس مكرايه تمغرت ارت على جاغيويس اللي تشليل. الناس اللي حتى مكرا ني هذاك ني كيعاون ربي قصد اخر مره راه زرت عند السبيطار. الناس ني غدو كاينو اسغاي اللي استوري تعجب لخدمتيني التويويس كان السبيطار ياضنا ني هوي هي كان احسن واحد يتعامل ديوي حتى رويد اللي غيوك درت الامل باش يتعالج صافي. الناس استغرب على الزواوان شفتو غادي ندار الاداره عن السبيطار سقسخن يسقسات ما خايل لي تمغارت درتو اننا سي ربي هاتي اركاز مغارتان وسوري يخدم وسوري يصدر يتخلص من السبيطار. ايوا صافي يفتوني دار المدير يسحور موت باش يعاون تمغارتان باش يعاون تذكر ترويد عند السبيطار فابو. الناس المدير راه السبيطار قال خيريه ورسنو فين مؤسسه خاصه يعني كلينيك خاص. ايوا صافي فوق نيتو ركازاني قلق يقفوس نتعجب بيا فين قيس الفلوس للحج اللي تدخل لي عوله سي فلوس الحج. عرفت تفكري لي غرمي يلي كان السفله سيقنا الناس يا ربي تسنت ميلان على الخاطرينو تسنتي ما يعزان دار لقلبينو اتكغلبيتنك اتزورا غلبيتنك زورا مسجد نبينك، ولكن انت مغارتا تبقى ما جيتين تديويس وداري ما تسكرا هي كان ايور تحرمت سيدي ربي لفضلك. يفتوني دار المحاسب يكاسنيت الفلوسان اللي درتي له ما تيسكروا فروخ 6 شهور من الترويض يطلبت اينيت مغارتا تي المستشفى تغيلي
استعاون. ايوا صافي اللي عجوشكا غصان ايش كدني تستغمينس العجوشكا تستغمينس يطاس امطا ولا نعوالنس إجن أرنيتي التورقة يسيد حجو البيت نسد ربي أرستيني نبدل حجة مبرورة يا حاج سعيد حجي تعيقنا قبل الكل يعقلد يحمد ربي شكرست يقبل سلامرنس لا دي عقل زك صباح انا ايسويتيني فولارتوني يجاوب يا في المدير من السبيطار ان سي ربي يتسددت الخدمه مول المستشفى يريحوا جوج كواسات رديت مناد ولا تيسكان الطرويد ولكن از كواسات از بلاصه كان الطرويد تم غارتنس التروري الاستفلا يحمنيت ارغازانا ربي يشكر ايوا انني تورغازينا هاي اللي سيد زريت انس هي واش كيغسل الحيج ورخلصا حتى والو ان السول مول المستشفى يخلصيه كي مكافاه حيت عجبت خدمتينو الناس ملي تعاود على القسم مغارتان يقرر انه هذا سيسكر ترويديويس سنفقنس نتا الفلوس مول المستشفى خاص ان السول يستخدم ركازنس حكران الشركات ان السول يريد الفلوسينو اللي كي عن السبيطار سول يقرر يسكر الصندوق عن السبيطار اديت الفقراء اسيس زراين الناس تزريت لفظنا ربي اكثر من لفظ ليلو كي غنكيمي كيعاود يا ربي اكثر اما تيني تورغازاني بوسا كاينس الناس اكثر بزود لامتانك الناس نكورجو حشمع الزوغينو الناس ديما افتوخ الحيج جرتيني غيزني كي قال يز كل عام فتيخ الحيج المكان نرطر الناس الف من الحجه لحجه غنكي الناس نيت ادعي يتقبل ربي زقيتنا غزقيك ادعي رزق ربي الحيج البيت نسد ربي حيت نكي واش كغسلي بيتنا ربي اما هي ربا داك يدعانس البيت نسد سيستشكت هكذا تلقى قصنا اتمنى كنت تعجب. ايوا بصحه فطوركم رمضان مبارك، يدخل عليكم بالصحه والسلامه، كنتمنى تنال هذه القصه الاعجاب ديالكم وشكرا.